أما الطرف الثاني أو الطائفة الثانية من غير الشيعة شو يقولون؟ يقولون الاصطفاء والاشتباه والاختيار فقط للأنبياء، يعني أهل البيت ما مشمولين. هاي مو احنا اللي نقول، الطرف الثاني اللي يقول، مو الشيعة اللي يقولون الاصطفاء والاشتباه والاختيار فقط هو للأنبياء، يعني بمعنى انه ماكو حجة بالأرض، ماكو، الحجة فقط هو النبي، فقط هو النبي. قالوا ليش؟ شنو السبب؟ قالوا لي أن الله قال ان الله اصطفى آدم، فمن قال اصطفى آدم يعني خلص، زين الله هم قال يا مريم ان الله شنو؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك، يعني صار تأكيد اصطفاك وطهرك واصطفاك. زين نسأل سؤال، مريم نبي؟ مو نبي. زين شنو مريم؟ وهذا ينطبق على من الموضوع؟ ينطبق على السيدة الزهراء. الإمام الصادق شو يقول كلنا حجج الله في الأرض وجدتنا فاطمة حج علينا. وهذا دليل أنه الحجة والوصي واللي يختارهم الله مو شرط أن يكون شنو؟ أن يكون إمام أو أن يكون نبي، لا. عندنا احنا مذهب أهل البيت، عندنا قضية الاصطفاء والاشتباه والاختيار مو إلا يكون نبي ولا إلا يكون وصي، هاي ما لها علاقة. زين أنا أسأل سؤال إخوان، من نبي الله عيسى إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من نبي الله عيسى إلى نبي الله محمد كم سنة؟ 500 سنة. هاي 500 سنة اجى بيها نبي؟ ما بيها نبي. اجى بيها إمام يعني بهاي الفترة؟ زين هنا إذا نرجع يوم ندعو كل إناس بإمامهم، هاي راح تتعارض ويا كلام الله سبحانه عز وجل. ليش؟ لأن هاي 500 سنة اللي صارت من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني 5 أجيال، يعني كل سنة كل 100 سنة رد يكون جيل، فذولا 5 أجيال. ال5 أجيال إذا بدون حجة فهذا راح يتعارض، ما يتناسب ويا كلام الله، وبالتالي ذول بيوم القيامة يقولون لله أنت بعد مو من حقك تحاسب لنا، لأن أنت ما حطيت لنا إمام، ما حطيت لنا حجة. فهذا دليل قاطع أن الأرض لا تخلو من وجود الحجة، مستحيل. وهذا الحجة مرة يكون نبي، ومرة يكون وصي، ومرة يكون لا نبي ولا وصي.